صباح الخير. النهارده افكارنا ان انا هبتدي الاول اجهز الناجتس دي احنا كنا عاملينها مع بعض فيديو في البيت، وهبتدي ان انا هحطها في الطبق كده، لان انا هرشها بالزيت بس وهقليها في القلايه الكهربائيه بحيث ان هي تكون صحيه. وعايزه اقول لكم بجد طعمها كان زي الجاهز واحلى كمان. هسيب لكم الفيديو فيها. وكمان هبتدي ان انا في الوقت اللي انا هتستوي فيه هبتدي ان انا اجهز بقيه الوجبه بتاعتي. هحط ايه؟ هحط لبن بالشوكولاته، وهبتدي بعد كده اجهز الكب الصغيرة دي هحط فيها زبادي بالعسل والشوفان. هبتدي احط العسل كل واحد حسب ما ولاده بيحبوا، وابتدي ان انا بس اقلب العسل مع الزبادي. وبعدين هجيب حبوب الشوفان العادية بتاعتنا مش المطحونة، هحط جزء جوه الزبادي وهحط كمان جزء بره وانا بعد ما احطها يعني جوه الكب دي. بعد كده هجيب كيك كان جاهز، اللي هي الكب كيك الجاهزة، طبعا هو لازم كان يتاكل منها قطمة مفيش مشكلة. وهحط خيار كمان شرايح كده، وما تنسوش بس اهم حاجة للزبادي المعلقة. وخلاص خلاص الناجتس خلصت واستوت، هبتدي ان انا احطها وارصها واجيب اللي طارت دي مني، وهبتدي ان انا اجهزها بس احطها جوه اللانش بوكس. وفي الاخر خالص بحط بس اللي هو الاسم بتاع بنوتي. وبالهنا واشوفكم على خير فيديو جديد. باي باي.